تفضل اختي. تفضل مهند. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي 3 رؤى بغيت تتبسمها لي إذا ممكن. تفضلي. يا شيخ أنا تحلمت في رؤية. أول حاجة أنا وزوجي من كثر ما نشاهدك يعني صراحة نؤمن تفسيراتك ومعجبين في تفسيراتك. أنا عندي زوجة أخت زوجي اسمها عبير، شافت رؤية وأنا شفت رؤية وزوجي شاف رؤية. رؤية عبير إنها شافت إن السيدة مريم بنت عمران تضرب بطنها 3 مرات. هذه رؤية عبير. تضرب بطن البنت؟ أيوة تضرب بطن عبير 3 مرات. هذه الرؤية تقريبا في حدود 3 سنوات، قبل 3 سنوات. وأنا شفت رؤية فيها البنية. أنا شفت رؤية أني كنت طالة مع شرفة البيت وأشوف هالبنية اللي هي أخت زوجي تدخل 3 رجال للبيت. طبعا مش من الأهل هالرجال. نعم. حاولت أنزل وأشوف عشان أشوف هذا الرجال وين رايحين. يا شيخ شفت طبعا يوم فتحت الباب عليهم شفت يرتكبون يعني الفاحشة. هذا 3 رجال معها. حاولت أنصحها أو أرشدها يعني للصواب، قالت لي هذه مش من شغلك. نعم. فأنا من خوفي على هالبنية يعني ما أدري أنا سألت عن رؤية الأخت اللي اسمها عبير في الشيخ في سيدة مريم بنت عمران، فسر لي يا شيخ إنها إنسانة غير سوية وإنها تسعى في الخطيئة وإنسانة غير طاهرة. هاي تفسير حلم الأخت عبير. سألت عنه شيخ عندنا هنا. نعم. ورؤيتي زي ما قلت لك كنت أشوف 3 أشخاص رجال يدخلون معاها في مكان ويرتكبون معاها الفاحشة. طيب الرؤية الثالثة قلتي؟ الرؤية الثالثة زوجي حلم فيها إن اللي هي أخته عبير تنثر لبن على الدرج، كت لبن. وأنا أنظف هاللبن. هو يشوفها طبعا لما أخذ كت وأنا أنظف هاللبن يعني. طيب طبعا البنت هذه شبه يتيمة يعني يا شيخ. أمها متوفية وأبوها في غيبوبة يعني. طيب الأخت هذه أخت زوجك عايشة معكم؟ إي عايشة معها. الرؤية الأولى قلت لها 3 سنين تقريبا؟ إي رؤيتها لها 3 سنين. هي موجودة جنبك؟ إي موجودة جنبي. والرؤية الثانية أنت كم مرة شفتيها؟ يعني متى رأيتيها؟ أنا تقريبا من 5 شهور كذا. وسألتي عنها؟ سألت عنها قالوا لي رؤيتي أنا إنها هي ترتكب الفاحشة. أخذ زوجي ترتكب الفاحشة من ورانا. طيب لحظة أختي. الرؤية الثالثة اللي راها زوجك يعني أخوها. أيوة. الرؤية هذه شافها هو قاعد على درج وشافها بتكت اللبن على الأرض وأنا بنظف. واللي سألتوه الرؤية الثانية قال إنها تفعل الفاحشة؟ إيه الشيخ اللي سألناه قال تعمل فاحشة. لا حول ولا قوة بالله. طبعا الرؤية الأولى لها كم؟ معلش أعيد. الرؤية الأولى حقت عبير البنت هذه اليتيمة كم لها؟ هذه حدود 3 سنوات يا شيخ. وسألتوا عنها؟ إيه سألنا عنها قالوا إنها ترتكب الفاحشة. من اللي سأل؟ ترتكب فاحشة. من اللي سأل؟ شيخ من المشايخ. شيخ أنا اللي سألت. طيب معلش خليكي على الخط وبسأل كذا سؤال. طبعا الرؤية الأولى واضحة لي وضوح الشمس مثل فلقة القمر زي ما يقولون. الرؤية الثانية بستفسر منها عنك. الرؤية الثالثة واضح عندي. رأيت إنها تدخل رجال 3. إيه. ثم دخلت عليهم وجدتها تفعل الفاحشة. إيه وحاولت أنصحها طبعا ما رضت. طيب أسألك بالله وش علاقتك مع أخت زوجك؟ طيبة. إيه طيب أنت شبي بسألك بالله العلي العظيم علاقتك أنت وش تكونين لها؟
أنا ما أكل لها إلا كل احترام يا شيخ، وش معقولة يعني بأضرها؟ تسمحي لي بهذه الكلمة؟ إيه. أنت كاذبة. تفضل. أنا؟ أنت كاذبة يا مهند. الرؤية ليه؟ الثانية هذه مركبة. أنا أقسم لك بالله العلي العظيم، هل أنت رأيت هكذا وفسرت لك إنها هذه البنت التي رأت مريم ابنة عمران؟ تدري ايش معناته رؤية مريم انها تضرب في بطنها 3 ضربات؟ تدل على ان هذه البنت سوف تبتلى. اصبر يا اختي. تدل ان هذه البنت اللي اسمها عبير سوف تبتلى بابتلاء من عند الله عز وجل، ثم بكيد امرأة. الضرب الثلاث هنا سوف تبتلى 3 سنين، 3 سنوات سوف تعاني. أنا بسألك سؤال، عقب الحلم هذا اللي شفتيه ماذا فعل بالبنت؟ ما أسمع. عقب ما رأيت هذه الرؤيا، عقب ما سألت لما تقولين أنت ماذا فعل بهذه البنت؟ أخوها ماذا فعل فيها؟ أخوها أكيد يعني أنا وصلت للمعلومة إنه يعني الشيخ يوضح لنا طيب أخوها وش سوالها؟ ما أسمع. أخوها ماذا فعل فيها؟ والله شك فيها يا شيخ صراحة. الرؤية الأولى يا أختي، إن شاء الله منتب أختي، معليش على الكلمة هذه. الرؤية الأولى تدل على أنها سوف تبتلى، البنت هذه سوف تبتلى في عرضها، في عرضها. ضربة السيدة مريم في بطنها سوف تبتلى في عرضها، تبتلى في عرضها. هذا التفسير صحيح. والابتلاء يكون من ناس حوله. وأتوقع أن أنت التي رأيت الرؤيا الثانية، الرؤيا الثانية أنا أقسم لك بها، إذا كان أخوك يسمع أو هي تسمع أو الناس يسمعون، أنها رؤيا مركبة. واضح أنها رؤيا مركبة. بعدين كيف تقولين أنا يعني أنا دقيقة كيف تقولين؟ لحظة دقيقة. كيف تقولين إنك أنت تتابعيني وتعرفيني زي ما تقولين أسلوبي وزوجي؟ أنت ما تعرفي أبو معاذ. هذه رؤيا معروف يا شيخ عندنا في الإمارات. ما علي من الإمارات، أنا أتكلم الآن. هذه الرؤيا أفك منك، أكيد لك هذا. إذا أنا مخطئ اقسمي لي بالله العلي العظيم أنك رأيت هذه الرؤيا الثانية، وأنك سألتي وقالوا أن هذه الفتاة تفعل فاحشة. اقسمي لي بالله العلي العظيم. فعلا أنا تحلم. لا تقولي فعلا. لحظة يا مهند. ما راح أحلف. لا تحلفين. أنا واثقة منك. أنت الآن رميت المرأة هذه وأفسدتي بينها وبين أخوها. والله أعلم لك أضرار، لك نوايا خبيثة لتفسدي بين الأخ وأخوها. الرؤية هذه مركبة، وأتحدى أي أحد يقول أن هذه الرؤية حقيقة. رؤيتك وأتحداك أنت. اقسمي لي بالله العلي العظيم أن أنت رأيت هذه الرؤية. إيه رأيتها. ما بإيه. قولي أقسم بالله العلي العظيم الذي رفع السماء وخفض الأرض أني أنا رأيت هذه الرؤية. لا ما راح أحلف. أنت كاذبة. تدري ليش كاذبة؟ رؤية أخوها أنها ترمي اللبن أخته وأنت تمسحين اللبن. هذه تدل على فطرة البنت، وأنت قاعدة تخربين سمعتها. والله إن كانت رؤيتك هذه صحيحة أقسم بالله أنا أترك التفسير الأبد. أنت ركبت الرؤية هذه. أنا واثقة. أتحداك احلفيني بالله الآن إن هذه الرؤية حقيقة. لأنك كاذبة. فيني أفسر هالرؤية مثل ما فسرها الجاهل، أو إنك ما سألت بالأساس، ثم تسجلين المكالمة هذه الحلقة وتسمعينها لأخاها يزيد عليها. لكن أبشرك إذا كانت رؤيتها الأولى 3 سنين فهي نهاية همها ونهاية ابتلاءها، لأن مريم ضربتها 3 ضربات دل على 3 سنين سوف تمر في هذه الفتاة وتنجو بإذن الله. رؤيتك الثانية والله العظيم الآن أتأكد إنها كذب وافتراء. يا أختي إن الذين يرمون المحسنات الغافلات
المؤمنات لعنوا في الدنيا. إيش معنى لعنوا في الدنيا؟ لو تعرفين الآية هذه كان كملتيها، لكن أنت امرأة للأسف فيك فسوق، لذلك نشرتي هذا الخبر عند أخوها، وللأسف إذا كان أخوها صدق، أي نعم خليها تقطع، إذا كان أخوها صدق للأسف الشديد أخوها إنسان أحمق ولا يخاف الله عز وجل. إيش الكلام الفاضي هذا؟ أنا أتحداها كانت تحلف وأنا أحلف على هذا أن رؤيتها باطلة، رؤية مركبة هدفها التفريق بين الأخ وأخوها، ويبدو والله أعلم يبدو أن أخوها كان قريب من أختها من أخته، لذلك هي سعت هذه المرأة وأقولها علن الفاسقة، لأن هذا فسوق. وذكر الله عز وجل في سورة الحجرات، تأتينا بخبر تقول أنا تابع، وش تابعين أنت؟ لو تابعين ما دقيت علي. للأسف الشديد أسأل الله عز وجل أن يفضحك عن زوجك، وإذا كان زوجك الآن يسمع أحلف بالله علي العظيم أن يتخلص من هذه المرأة، لأن مسحها اللبن هي التي تمشي في هذا الطريق وليس أخته.